كل سنة وانتم طيبين. لازم تكون موجودة عندكم الشطة الحراقة ديت في باب التلاجة طول شهر رمضان، هتنجز وهتلخص معاكم حاجات كتيرة جدا. انا نسمة. ياريت لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة. يلا بينا نصلي على الرسول وشوف عملت ايه. يلا بينا نبدأ بسم الله. اول حاجة هنا كانت معايا قرون الشطة الحراقة اللي هي الحمرا ديت. طبعا دي حراقة جدا، حامية جدا جدا. طبعا تقدروا تستخدموها هي بس انا بحب اخفف الحرقان بتاعها شوية، فبحط معاها الفلفل الاحمر اللي هو الرومي دوت، اللي هو الفلفل الالوان. طبعا اللي ما بيكونش حابب ان هو تكون حامية جدا تقدري تشيلي البذر، بس اهم حاجة لازم تكوني تلبسي جوانتي، لان بجد بجد بتبوظ الايد حقيقي. يعني الشطة دي حقيقي بتبوظ الايد. بما ان انا مش هطلع البذر، انا بس حبيت اقول لكم ان انتوا تطلعوه ازاي. بس طبعا لازم تكونوا برضو مهما كان اخد احتياطاتك، بس لازم تلبسي جوانتي لان بجد بتفضل في الايد وقت طويل جدا، بتحرق الايد. وبتقطعيها طبعا من البذر دوت زي ما انتوا شفتوا كده بشيله، وبعد كده بتحطيه بقى في الطبق. انا طبعا هسيب البذر، بس طبعا بشيل البذر اللي هو بتاع الفلفل الرومي اللي هو الكبير الاحمر دوت. انا حطيت هنا الفلفل الرومي دوت، منه بيديله حلاوة وطعم، وفي نفس الوقت كمان زي ما انتوا عارفين ان هو فيه فيتامين سي وكمان مفيد جدا. بقطعه بقى طبعا اي تقطيع لان انا كده كده هفرمه في الكبة. وهنا بقى الفلفل الحراق دوت اللي هو الشطة القرون الشطة دوت، بشيل بس العنقود بتاعها اللي هو الاخضر دوت، وبقطعه كده وبحطه. النهارده هعمله بالبذر بتاعه. بصراحة انا كنت الاول بعمله من غير البذر علشان خاطر اخفف الحرقان بتاعه شوية، بس النهاردة بقى قلت ان انا هعمله بالبذر وابقى اخد منه كميات بسيطة، بما ان انا كده كده هخففه بالفلفل الرومي بتاعي. هنا بقى طبعا جبت حبة كده من التوم بتاعي، هفرمهم بقى مع بعض كويس جدا في الكبة. طبعا في ناس بتاخد الفلفل دوت وبتسلقه على النار وبعد كده بتفرمه من غير توم. انا هنا بعمله بالثوم. ديت الطريقة بتاعتي، بستخدمه لمخلل اللي هو البتنجان العروس دوت، بحطه فيه. بحطه في حاجات كتيرة، يعني بحطه في كمان اللي هو المخلل بتاع اللفت. بستخدمه بصراحة في حاجات كتير. بحط بقى هنا معلقتين من الملح وبحط معاهم معلقة زيت صغيرة، وبعد كده بفرمهم في الكبة. ممكن تقدري تستغني عن الزيت، بس اهم حاجة انك تحطي الملح علشان خاطر الفلفل والثوم ما يبص معاكي ويمور كده وما يكونش يقعد معاكي وقت طويل. الملح يعني زي كأنه مادة حافظة، بتخلي الفلفل يقعد معاكي وقت اطول. بما ان طبعا الفلفل اللي هو الرومي دوت عشان خاطر بيكون حجمه كبير فبينزل ميه، ممكن تستغني زي ما قلتلك عن الزيت. بصوا بقى انا عمل معايا هنا الكميه، كان معايا نص كيلو من الفلفل الرومي اللي هو الكبير، وكمان ربع كيلو من الفلفل اللي هو الحراق دوت. عمل معايا برطمان، وزي ما انتوا شايفين كده ونص من البرطمان الصغير. بصوا حلو جدا على فكره. يعني انا ساعات باكله كده بالعيش، والله بيكون طعمه حلو جدا. سهل وسريع وبسيط. وانا هاخد البرطمان الكبير ده واحطه في الفريزر عندي، والصغير بسيبه بقى للاستخدام بتاعي ولما يخلص. بصوا حلو جدا وسريع، واتمنى تجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.